تفتكر ليه الشيخ محمد حسن واخواته الاتنين مكفوفين؟ طبعا كلنا عارفين ان الشيخ محمد حسن فقد نظره في سن صغير، بس الغريب ان احنا لقينا اتنين من اخواته فاقدين بصرهم، مع ان والده ووالدته مبصرين عادي. وده شيء غريب جدا. في الوراثه المتنحيه ممكن الاب والام كل واحد فيهم يكون شايل جين متنحي، فبالتالي مش هيبان عليهم الاعراض دي. المشكله هنا بقى ان الطفل ممكن يورث النسختين المتنحيتين دول من الاب والام، وبالظبط ده اللي حصل مع الشيخ محمد حسن واخواته. لما جينا ندور ورا الموضوع ده لقينا ان ممكن يكون الاب والام سلام عادي، بس في امراض معينه ممكن تعمل كده. ومن اشهر الامراض دي ريتينايتس بيجمنتوزا. المرض ده بيبتدي ان هو بياكل الشبكيه شويه بشويه، والموضوع بيبدا بعمى ليلي وبعدها بيوصل للعمى الكامل، وممكن يتورث عادي جدا بين الاخوات في نفس العيله زي اللي حصل مع الشيخ محمد حسن واخواته. وبرضه عندنا عامل ممكن ياثر تاثير كبير جدا، وهو زواج الاقارب، لأن الأب والأم لما يكونوا من نفس العيلة ده بيضاعف احتمالية إن الأطفال يشيلوا نفس الجين. منطقي يعني. نتفادى بقى الموضوع ده إزاي؟ التحاليل اللي بتروح تضربوها قبل الجواز دي قادرة إن هي تكشف الجين والمشاكل اللي ممكن تحصل قبل الجواز. فولو لايك واستنونا في الحلقة الجاية. سلام.